السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. يا مساء الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض فطاير باللحمه المفرومه والجبنه بطريقه سهله جدا وخطوات بسيطه، وان شاء الله بجد زي ما انتم شايفين كده يعني النتيجه بتاعتها هتبهركم جدا، ومقرمشه من بره وطريه جدا من جوه، والحشوه بتاعتها بجد طعمها حلو جدا واطفالكم هيحبوها قوي. الفطاير دي على فكره ممكن جدا تعمليها يعني في الرحلات، ممكن تعمليها كده كعشوه يعني لذيذه بالليل وخفيفه، وعلى فكره ما بتاخدش وقت خالص في التحضير بتاعها. اتمنى بقى ان كلكم تتابعوا معايا الفيديو لغايه الاخر، وطبعا بتمنى لكم فرجه ممتعه. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بالمقادير بتاعتنا. اول حاجه في الطبق ده معايا نص كيلو دقيق. الدقيق اللي انا بستخدمه يا جماعه اللي هو بتاع كافه الاغراض، الدقيق العادي خالص السايب اللي بيتجاب من عند العطار. وهنا في الطبق ده معايا نص معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره برده من السكر، وكمان هيبقى معايا تقريبا معلقتين او 3 معالق كبار من الزيت، زيت الاكل العادي، وطبعا ممكن برضو تستبدليه بزيت الذره. اول حاجه بقى هنحط كده السكر والملح على الدقيق وهنقلبهم مع بعض كويس قوي، وبعد كده هنزود تقريبا معلقتين او 3 معالق كبار من الزيت، وهنفرك الزيت كويس قوي مع الدقيق لغايه لما يبقى عاملين كده مع بعض زي حبات الرمل بالظبط. وده شكل الدقيق بعد ما بسيته كويس قوي بالزيت. دلوقتي هنبتدي بقى نزود شويه كده من الميه الدافيه شويه بشويه لغايه لما العجينه بتاعتك تلم. طبعا هي العجينه ما فيهاش خميره ولا حاجه، بس احنا بنحط ميه دافيه يعني علشان العجينه بتاعتنا تبقى طريه بسرعه وما تاخدش معانا يعني مجهود في العجن. وتفضلي تزودي بقى في الميه لغايه لما العجينه بتاعتك تلم وتتكون معاكي عجينه تكون طريه وبتلزق كده شويه بسيطه خالص في الايد، وكده مطاطه عامله زي الاستيك بالظبط، علشان بعد كده لما نيجي نمدها بقى كده تتمد معانا بسهوله وما تبقاش يعني صعبه علينا في الفرد. خلاص كده هي العجينه بتاعتي لمت اهي، اهو زي ما انتم شايفين كده هي طريه خالص. دلوقتي هغطيها بقى باي كيس بلاستيك وهسيبها كده على جنب يعني لمده ربع ساعه لغايه لما تريح. طبعا هتسالوني بتسيبيها تريح ليه بالرغم ان انت مش حاطه لها خميره، علشان يا جماعه لما تيجي تفرديها زي ما قلت لكم تتفرد معاكم بسهوله. دلوقتي هنجهز بقى مع بعض عصاج اللحمه. حطيت الطاسه بتاعتي على النار وفيها شويه زيت صغيرين، طبعا ممكن تستبدليهم بقى بالسمنه او الزبده او زبده على زيت. وحطيت شويه من اللحمه المفرومه، ممكن تستخدمي ربع كيلو او اكتر او اقل زي ما انت عايزه. وبعد كده هنشوح بقى اللحمه كويس قوي مع الزيت لغايه لما نحس ان اللحمه فعلا خدت صدمه وما نزلتش ميتها. وبعد كده بنروح نازلين على طول بقى ببصلتين كده كبار يكونوا مبشورين ناعم خالص بالمبشره. هنقلب بقى البصل مع اللحمه المفرومه كويس قوي، يعني لغايه لما نحس كده ان هم خدوا نص سوا مع بعض. وبعد كده هنروح نازلين عليهم على طول بجزرتين كده مبشورين. وعلى فكره بالنسبه للجزر يا جماعه مش اساسي في الوصفه، لكن هو بصراحه بيعلي القيمه الغذائيه جدا، وكمان بيدي اللحمه المفرومه طعم حلو. هنحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هتدينا الطعم والريحه الحلوه، عباره عن معلقه صغيره تكون مليانه من الكزبره الناشفه المطحونه، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. وهنحط كمان معلقه كده صغيره ما تكونش مليانه قوي ملح، ومعلقه صغيره كمان من البابريكا او الفلفل الاحمر الارناؤوطي. وهنقلب بقى التوابل كويس قوي كده مع الخلطه بتاعتنا الجميله او الحشوه الجميله دي. على فكره الحشوه دي انت ممكن تستخدميها في حشو فطاير كتير، وممكن برضو تحطيها للمكرونه البشاميل هتبقى حلوه جدا. خلاص كده هي اللحمه المفرومه بتاعتنا تعتبر بقى استوت، ما تقرصيش عليها خالص في التسويه، علشان كل ما بتزودي عليها النار كل ما الطعم بتاعها بيبقى وحش، وكمان ما بتبقاش طريه خالص ولا جوسي، بتبقى ناشفه.
دي بقى العجينه بتاعتي بعد ما ريحت زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله بقت عامله زي الملبن بالظبط. دلوقتي بقى هقسمها كده ل8 كرات. وعلى فكره لو انت حابه تعملي يعني ازيد من كده ممكن تزودي العجينه، لو عايزه تعملي 4 بس هتعملي ربع كيلو دقيق هينفع برضو. وبنسوي الشكل بتاعها كده وبنعملها زي الكور بالظبط. وفي طبق نضيف بقى هنحط شويه زيت صغيرين، وهنغلف كرات العجين دي بالزيت من فوق وتحت علشان واحنا شغالين يعني ما تنشفش مننا. وهنرص الكور بتاعتنا بقى كلها في الطبق ده. وهغطيهم برضو بكيس بلاستيك علشان ما ينشفوش مننا واحنا شغالين. ودلوقتي هنفرد بقى اول واحده كده، هنفردها يا جماعه على الزيت. بتحطي شويه زيت يعني حلوين، تقريبا معلقتين زيت. وبعد كده بتفضلي بقى تمدي كده في العجين، بتاخدي كده من جوه على بره وتبداي تفردي فيها وتخفي فيها وترقي لغايه لما تحسي ان العجينه بقت شفافه خالص والرخامه اللي تحتيها بانت. اهو زي ما انتم شايفين بقى بتتفرد معايا ما شاء الله بكل سهوله، علشان انا ريحتها كويس قوي. لكن انت لو ما ريحتيش العجينه كويس اول ما تيجي تفرديها هتلاقيها تلم معاكي وتكش تاني، وهتتعبك طبعا جدا في الفرد. وده شكل العجينه بتاعتي بعد ما فردتها. دلوقتي هنحط بقى الحشوه بتاعتنا. هحط كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، وهنحط كمان الحشوه بتاعتنا اللي احنا كنا لسه عاملينها على النار. بس اقول لكم برضو على ملاحظه مهمه جدا، لازم لما تيجي تحشي اي عجينه باي حشوه سخنه لازم الحشوه دي تكون بردت خالص، لان انت لو حطيتيها في العجين وهي سخن بتلاقي ان طبقات العجين من بره استوت، والحته اللي فيها العجين الحشو معلش السخنه هتفضل عجينه ونيه منك. تمام. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى 3 4 معالق كده حلوين بقى من العصاج بتاع اللحمه الجميل ده. وهنقفل بقى عليه العجينه او الفطيره بتاعتنا دي من فوق. وهنقفل كمان كده من الناحيتين نعمله زي الرول الطويل. ولو حابه برضو ان انت تعمليها مدور هينفع برضو، هتقفليها زي الفطير المشلتت بالظبط. بس يا جماعه ما تكتروش اكتر من رق واحد او كره واحده يعني في العجين علشان تلاقوه يستوى معاكم كويس. وبعد كده هتلفي بقى العجين، او تلفي معلش الفطيره بتاعتنا دي زي ما انتم شايفين كده. بجد والله ما بتاخدش وقت خالص ولذيذه كده يعني سريعه وجميله. والعجين اصلا من الحاجات اللي هي ايه بتخرجي فيها الطاقه السلبيه اللي جواكي بقى وتفش غلك فيها. فبجد يعني الفطاير دي ان شاء الله هتبقى ناجحه جدا وهتعجبكم قوي. ده بقى شكل الفطاير بتاعتي. الحقيقه انا عملت 4 بس وشلت 4 في التلاجة، لان انا ما كنتش يعني محتاجه الكميه كلها لان ما شاء الله الكميه كبيره. فغلفتهم كويس قوي هو البلاستيك فيلم ده والاسترتش، واحطهم في التلاجة اي وقت بقى انا هحب اعملهم فيه. هلاقي العجينه لسه طريه. اهم حاجه ان انت تغلفيها كويس قوي. دلوقتي هنبتدي بقى في التسويه بتاعه الفطاير. حطيت بقى الطاسه بتاعتي اللي هي على النار دي، وعلى فكره ممكن تحطي كمان طاسه تكون ألمونيا بس طبعا تسخنيها جدا، وتحطي فيها مسحه زيت كده تقريبا معلقه زيت، وتسخني الطاسه كويس قوي. وبعد كده تروحي نازله بقى بالعجين وتبططي عليه كده سنه بسيطه. وهقول لكم بقى على التكاية مهمة جدا في التسوية. لازم ان العجينة يا جماعة تتحط على درجة حرارة عالية، وبعد كده تهدي النار خالص اقل من الوسط، علشان العجينة يعني تاخد راحتها وتستوي كويس قوي من جوه ومن بره. ما تبقاش من بره خدت لون ومن جوه لسه عجين. وما تقلبيش الفطيرة بتاعتك ابدا قبل ما يعدي عليها دقيقتين وتحسي انها فعلا ابتدت تحمر من تحت وتقرمش وتاخد لون، علشان انت لو قلبتيها قبل كده هتلاقيها لسه عجين وممكن تتقطع منك جوه الطاسة. وهتضغطي برضو فوقيها كده ضغطة خفيفة خالص علشان برضو تضمني الطبقات بتاعة العجين كلها يعني استوت. واول بقى ما بتاخد لون حلو كده من الناحيتين بتروحي على طول شايلاها حطها على مناديل المطبخ علشان تمتص برضو المادة الدهنية الزيادة. وعلى فكرة والله احنا ما حطينالهاش يعني زيت كتير. هتجربيها بنفسك وهتشوفي قد ايه هي جميلة وخفيفة. ودلوقتي هكمل بقى بقية الفطاير بتاعتي كلها بنفس الطريقة لغاية لما اخلصهم كلهم. وده بقى كان الشكل النهائي بقى للفطاير بتاعتنا الجبارة. زي ما انتم شايفين كده بصوا بقى حاجة وهم. اللحمة المفرومة مع الجزر بجد تحفة جدا، وكمان الجبنة اللي احنا حطيناها سايحة وجميلة قوي. على فكرة ممكن تستبدليها بالجبنة الشيدر او الجبنة الرومي اللي هي المبشورة او شرايح الجبنة الرومي برضو هتبقى حلوة قوي.
يعني اي نوع جبنه انت بتحبيه. مش حابه تحطي جبنه خالص ما تحطيش، حطي اللحمه المفرومه بس، برضو هتبقى جميله جدا. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي، وكمان بالهنا والشفا للي هياكل. بجد فطاير لذيذه قوي وطعمه، ممكن تاخديها معاكي في الرحلات، وممكن تاخديها معاكي يعني في النادي، وممكن برضو تاخديها معاكي على البلاش في المصيف، برضو مش هتاخد معاكي وقت في التحضير. خلاص بقى الفيديو بتاعنا خلص، والفطاير بتاعتنا كمان جميله دي خلصت. اتمنى ان كلكم تجربوا الوصفه. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد. مع السلامه.